شؤون الجالية. شعبي العزيز، إن السياسات الخارجية لبلادنا تعتمد دبلوماسية القول والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء أو فيما يخص تنويع الشراكات أو الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة. فإذا كان البعض قد حاول أن يجعل من 2016 سنة الحزم، فإن المغرب قد نجح في جعلها سنة الحزم في صيانة وحدتنا الترابية. في منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا تصدينا بكل حزم للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللامسؤولة التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية التي تقتضيها الظرفية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة. وسنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة، ولن نرضخ لأي ضغط أو محاولة ابتزاز في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة، غير أن المغرب سيبقى منفتح ودائما الاستعداد للحوار البناء من أجل إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع المفتعل. وأود هنا أن نجدد الدعوة للجميع لمواصلة اليقظة والتابعة للتصدي لمناورات خصوم المغرب الذين صاروا مشعورين وفقدوا صوابهم أمام مظاهر التنمية والتقدم التي تعيشها الصحراء المغربية. فكل المؤامرات المغلفة والمفضوحة لن تنال من عزمنا على مواصلة تفعيل النموذج التنموي بأقاليمنا الجنوبية. فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة وما تتيحه الجاوية المتقدمة من إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤونهم سيجعل من جهة الصحراء قطبا اقتصادي مندمج يؤهلها القيام بدورها التاريخي كصلة وصل ومحور للمبادلات بين المغرب